معاكم الدكتور ياسر هندي، رئيس معمل المجرة والمجرات الخارجية، قسم الفلك، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن قسم الفلك. قسم الفلك قسم كبير من أقدم الأقسام اللي موجودة في مصر حاليا، ومن فترة طويلة. تم إنشاء المعهد القومي للبحوث الفلكية سنة 1903، وفي غراره تم عمل تلسكوب اسمه تلسكوب رينولدز سنة 1905. تلسكوب رينولدز تابع لقسم الفلك. هنتكلم في الحلقة عن قسم الفلك، تلسكوب رينولدز، تلسكوب القطامية هنختم بيه إن شاء الله، تلسكوب القطامية الفلك في نهاية الحلقة، وأيضا هنتكلم عن التلسكوب الكبير، تلسكوب مصر الكبير اللي هتعمله إن شاء الله في نهاية الحلقة. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن قسم الفلك. قسم الفلك كبير، قسم يتكون من 3 معامل: معمل المجرة تشرف برئاسة معمل المجرة، معمل ثاني آخر معمل الفلك النجمي، معمل الطاقات العالية. معمل المجرة يهتم بدراسة المجرات الخارجية، لأن احنا نعيش في مجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة هي مجرة احنا كلنا بنعيش فيها، منها الشمس والأرض وعطارد والزهرة والكواكب الشمسية اللي احنا عارفينها. بجانب هذه المجرة يوجد ملايين المجرات غير المجرة بتاعتنا. المجرات الموجودة في الكون بتتباعد بعضها عن بعض، وكل مجرة بتتشكل بشكل مختلف، وكل مجرة لها نوع من الأنواع اللي هو قدر يصنفها العالم الأمريكي هابل سنة 1936. كل مجرة لها تخصصاتها، في دراسة منها دراسة فيزيائية، في أخرى دراسة كيميائية، في دراسة مختلفة سواء نظرية وهكذا. المعمل المجرة بيهتم بهذه الدراسات، وكل مجرة من هذه المجرات أيضا بيهتم بدراسة الشكل التنظيمي للمجرة اللي بنعيش فيها. طبعا المجرة اللي احنا بنعيش فيها هي مجرة من ضمن المجرات، بتشكل حواليها أو جنبها أو في الأطراف الأزرق بتاعت المجرة حشود نجمية ضخمة وبها كواكب. معمل الفلك النجمي معمل آخر يهتم بدراسة علم الفلك من ناحية النجوم وتطوراتها وبما فيها. معمل الطاقات العالية يهتم بدراسة الأستروفيزيكس أو ذو الطاقة العالية زي الإكس راي والهاي إنرجي العالية أو الألترا فايولوت. كل هذه المعامل المختصة أو المختلفة بتندرج تحت قائمة قسم الفلك. قسم الفلك به عدد من الأساتذة يعني على قمة من الطراز العالي من المستوى العلمي، ولهم باع طويل جدا في نشر الأبحاث الدولية على مستوى مصر والعالم الخارجي اللي هو الدول المتقدمة. أيضا لنا أبحاث متقدمة في جميع المجالات التي تخص بقسم الفلك، وأيضا قسم الفلك والمعهد القومي له ريادة في نشر علم الفلك والأقسام الأخرى سواء الجيوفيزياء أو الأشياء الثانية. أيضا قسم الفلك بيهتم بأشياء كثيرة، منها الرصد البصري، أهم حاجة، لأن هنا في نطاق عالي جدا بين النظام اللي هو البصري والنظام اللي هو الثيوريتيكال أو العلم النظري. العلم النظري بيقول النظرية اللي اتنشأ عليها العلم، اللي هو الباحث أو الراجل العلمي بيقول عليه نظريته فيها، بس لو ما اتأكدتش بنظام بصري بالتالي بتفشل النظرية اللي أثبت سيادته. مصر لها باع طويل زي مثلا تلسكوب القطامية الفلكي اللي احنا هنتعرف عليه مع حضراتكم في وقت تاني. ايضا من ضمن الانجازات العلميه للتلسكوب القطامية الفلكي اللي هو النظام البصري لمجرات مختلفه بانواعها المختلفه، وزملائنا والموجودين والاساتذه في قسم الفلك قاموا بعديد من الابحاث في تخصص علم المجرات وعلم الكون بما فيه من اشياء اخرى. فبالنسبه لعلم الفلك هو العلم ده بيهتم بدراسه الاجرام السماويه الموجوده في الكون اللي بنعيشه. حضرتك لو انت بصيت معايا في اليوم اللي هو غير قمري، بمعنى في نهايه الشهر العربي، بحيث يكون انت في مكان ذو مكان مظلم، ويكون تبعد عن اللي هو اليوم القمري، بالتالي انت بتلاقي حاجه اسمها مجرة درب التبانة، ذراع مجرة درب التبانة تقدر تشوفه بعينك المجرده. طبعا احنا بنعيش في مجرة درب التبانة في ملايين النجوم، انت بتقدر تشوفها بعينك، بس انت ما تقدرش تحصر عدد النجوم اللي موجوده في الكون قد ايه. ولكن بخلقه ربنا للبشريه ان عين الانسان حساسه للضوء، كميه الضوء اللي بيسقط عليها زي الكاميرات او العدسات اللي موجوده. بالتالي انت لو رحت حضرتك للدكتور عيون يكشف على عينك وعرضك العين لشعاع الليزر، بالتالي شعاع الليزر ده لو تعرضت فيه برهه من الثواني، بالتالي شعاع الليزر اللي بيسقط على عينك بتدمع وما تقدرش تستحمل. طب احنا كعلم فلك بنعمل ايه؟ بنعمل شغلنا كله على علم التلسكوبات البصريه. علم التلسكوب البصري ان انا بوجه التلسكوب ما يقرب من ساعه ساعتين اكتر بيرصد جرم سماوي متقدم. علم البصري ده في شغل علمي وفي شغل تاني غير علمي. الشغل العلمي اللي هو بيقوم بيه ان انا بطلع مجله علميه في حاجه متقدمه بنفع بها البشريه. تاني حاجه بتفيدني ان انا بقول اللي في خطر بيواجه مصر، او في حاجات نيزك او اي شيء يواجه مصر بخطر، بالتالي اللي هو التلسكوب البصري بيقدر يلقطه، وده بيكون من التلسكوب ذو كفاءه عاليه، بمعنى ان هو بيكون التلسكوب معد بسرعه من الثانيه، جزء من الثانيه بتحول الجسم اللي هو المضر او النيزك او اللي هيدمر الارض، بجزء من الثانيه بيكون تم رصده
بيحذر الجهه الحكومه المصريه بتتخذ جميع الاجراءات المناسبه لتفادي هذا الشيء. ايضا الحاجه دي مهمه جدا. كثيرا بيعتقدوا ان علم الفلك هو علم تنجيم وحظك اليوم والحاجات ده. علم الفلك خارج عن هذا النطاق الكفائي. هو احنا علمنا كله شغل بحثي، معظمنا خريجين كليات علوم وكليات هندسه، في علوم متقدمه ومتخصصه مننا اللي بيدرس الجزء الهندسي للتلسكوب وتصميمه والديناميك بتاعته، وايضا جزء العلوم بيبدا يشرح النجمه اللي درسها او المجره اللي درسها من الناحيه الكيميائيه من الناحيه الفيزيائيه، بيقدر يشوف حاجه جديده مختلفه. طبعا العلم تقدم جدا وليس واقف على العنصر البشري المتقدم، ومصر يعني بفضل ربنا وفضل علمائها الموجودين والتقدم اللي موجود فيها مواكبه لهذا التقدم البشري اللي موجود. نلفت نظر لحضراتكم ان هو حاليا دلوقتي والاداره الامريكيه صرحت عليه من فتره طويله منذ اشهر، لو حضراتكم متابعين الاخبار، زي تلسكوب جيمس ويب. تلسكوب جيمس من اقدم او اخطر التلسكوبات اللي هتهز العالم الفتره القادمه، من ناحيه ان هو التلسكوب ده تم اعداده بعباره عن مرايه بس، ولكن ترصد في الاشعه تحت الحمراء. بس الجديد اللي امريكا عملته ان هي المرايه مطلاه بالذهب، وحضراتكم عارفين ان العنصر النفيذ اللي هو عنصر الذهب عنصر نفيذ جدا وهو ما فيهوش شوائب جدا. فحينما المرايه بتاعته اطلقت فوجدنا العلماء سواء من مصر او من العلماء الاجانب اكتشفنا ان في حاجات في الكون احنا ما اكتشفناها حتى الان. يعني باعتى التكنولوجيا الموجوده حتى الان منذ القرن اللي فات او القرن اللي قبله لم نكتشف مجرات اخرى. حضراتكم نبدا الحلقه ان شاء الله هنفرجكم عن تلسكوب رينولدز، هنتكلم عليه دلوقتي بالتفاصيل ان شاء الله. اتفضلوا شرفونا. هنتكلم دلوقتي عن التلسكوب الفلكي تلسكوب رينولدز. دلوقتي هنتعرف على تلسكوب رينولدز، وهو من احد التلسكوبات المشهوره جدا وليها باع طويل جدا في مصر وانجازات ضخمه. هنتعرف من دلوقتي عن تلسكوب رينولدز. وتلسكوب رينولدز هو تلسكوب فيه مرايا. تنقسم تلسكوبات الى حاجتين، تلسكوب عاكس وتلسكوب كاسر. التلسكوب العاكس بيكون فيه مرايه لان هي بتعكس الضوء. التلسكوب الكاسر بيكون فيه عدسه وليست مرايه. تلسكوب رينولدز هو تلسكوب ذو 30 بوصة، قطر مرآته 30 بوصة، وقد أهدى لمصر عن طريق العالم رينولدز. أهداه لمصر سنة 1905. طبعا المعهد القومي للبحوث الفلكية كان له عدة أسماء خلال كل حقبة من الزمن كان له اسم. كان قبل كده يسمى المرصد الملكي في عهد الملك فاروق، وبعد كده سمي بمرصد حلوان، وكان إنشاء المعهد القومي للبحوث الفلكية كان سنة 1903. العالم البريطاني رينولدز زار مصر قبلها بكم سنة ويتعرف على جو مصر، فعجب بالجو الموجود ووضوح الرؤية. فسنة 1903 أهدى التلسكوب بتاعه تلسكوب رينولدز. احنا احتفالا به سمي التلسكوب باسمه. التلسكوب ده شارك في حاجات كتير، إنجازات علمية لمصر، وحفرت تاريخ مصر مدى العصور مع التقدم التكنولوجي. أول حاجة صور التلسكوب ده صور مذنب هالي كان بيزور مصر في أول رؤية ليه، وكان شرف للبحث العلمي أو الإنجازات وقتها إن التلسكوب رينولدز هو أول من صور تلسكوب مذنب هالي بقدومه على سطح الأرض. ده سنة 1910، يعني بعد إنشاء التلسكوب ب5 سنوات. معنى ده إن إحنا كنا متقدمين جدا في علم الفلك منذ العصور الكبرى. والتلسكوب ده كان من أهم 5 تلسكوبات على مستوى العالم، وكانت تتصارع على من يتقدم في الفضاء وعلوم الفلك. فكان لنا السبق والإنجاز العلمي إن احنا اكتشفنا مذنب هالي عن طريق البصري. لأن أنا عايز أقول على حاجة، الاكتشاف العلمي عبارة عن حاجتين، في اكتشاف اللي هو نظري اللي هو معادلات رياضية
او الراجل العلمي بيشتغل على معادلات رياضيه، وفي نظام الاكتشاف البصري. فمعنى كده ان هو يقول على المعادلات بتاعته انا اكتشفت كذا، انا لا اقدر اثبت الكلام بتاعه الا بتلسكوب ضخم زي التلسكوب اللي كان موجود. حاجه ثانيه ساهم فيها التلسكوب ده، وده انجاز لمصر، ان هو صور تلسكوب كوكب عطارد، كوكب الزهره، كوكب اخرى. زي ما قلنا تاني ان نكرر حاجه، ان تلسكوب رينولدز من اهم الانجازات لمصر في وقتها كان سنه 1905، واستمر الانجازات العلميه من 1905 اللي بعد ده ل 1910 ل 1986 بالزياره الثانيه لموزنة هالي. طبعا ده مش كفايه بس لمصر، مصر ذو رياده منذ القدم. بعد كده سنه 1964 تم انشاء اكبر تلسكوب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يسمى التلسكوب الاطلميه الفلكي. تم انشاؤه سنه 1964. التلسكوب ده في وقتها كان من اعتى او اقدم التلسكوبات العالميه وقتها، ذو المرايه بتاعته عباره عن 2 متر تقريبا. التلسكوب ده زي ما تلسكوب رينولدز عمل انجازات، الانجازات في التلسكوب الاطلميه كانت اكبر بذلك. انا ساعدت بالاشراف على كنت مدير مرصد الاطلميه وقتها، وكان ليه انجازاته العلميه في اكتشافات علميه ضخمه ما يقرب من اكتشافات التغيرات النجميه اللي موجوده في الكون. ساهم التلسكوب ده بتصوير كوكب اللي هو اول سطح القمر باكثر من 1000 صوره موجوده. ساعدت اللي هو الفضائي الامريكي اللي هو بهبوط اول مركبه فضاء على القمر. ال1000 صوره اللي خدها تلسكوب الاطلميه الفلكي ساعدت في نزول الجهاز اللي الامريكان ثبتوه على سطح القمر، لان طبعا لو الجهاز نزل وما كانش الارض مسطحه والمكان نزل فيه تحديدا معمول بدقه عاليه جدا، الجهاز ده ممكن ينهار يعني تحبط عمل مركبه الفضاء. وده ساعدنا بيه، وحتى الان مدون باسم مصر في وكاله نسر الفضاء. ايضا تم اكتشاف اكثر من نجم متغير، الانفجارات النجميه زي جاما ري بيرست. جاما ري بيرست يعدل الانفجار بتاعها بملايين القنابل النوويه. تم المرصد التلسكوب الاطلمي الفلكي ساهم في اكتشاف عده من الجاما ري بيرست، وايضا بالنجوم المتغيره دي في الاكتشافات. لم تتوقف مصر حتى الان. حاليا دلوقتي مصر بتساهم في اول تلسكوب ايضا هيبقى على حاجه عالميه بنعد ليه دلوقتي، وتحديدا هيبقى في سينا باذن الله ان شاء الله. التلسكوب ده هيبقى القطر المرآة 6 متر، نظرا لوجود بعض الاضاءات الغير مناسبه في الاطلميه وبعض الاشياء اللي هي لا تساعد على الرؤيه بدقه. توجهنا الى سينا، وتم الان مع رئاسه المعهد ومع التنسيقات مع الدوله المصريه ان بانشاء التلسكوب ده هيبقى تلسكوب على مستوى عالمي وذو 6 متر، غير تلسكوب الاطلميه 2 متر، غير تلسكوب رينولدز ل 30 بوصه. أنا دكتورة ماجدة محب الدين حسين، باحث في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قسم بحوث الشمس والفضاء، معمل أبحاث الشمس. احنا دلوقتي قدام التلسكوب الشمسي كودي. ده من أقدم وأكبر التلسكوبات اللي موجودة في أفريقيا عامة، وهو منوط بتصوير الشمس وتصوير البقع الشمسية. وهو الحقيقه من بدايه نشاه التلسكوب ده واحنا بنعمل عليه ابحاث لرصد البقع الشمسيه والتغيرات الشمسيه والتغيرات اللي بتنتج عنها بعد كده في ابحاث اخرى. اللي احنا عايزين نعرفه ان قسم بحوث الشمس والفضاء ده من اسمه مقسوم جزئين، قسم بحوث الشمس وقسم الفضاء. قسم بحوث الشمس اللي انا عضوه في المعمل بتاع ابحاث الشمس ده الحقيقه معمل من اقدم المعامل اللي موجوده. بندرس فيه مش بس التغيرات الشمسيه ولا الفيزياء الشمسيه، بندرس فيه الاشعاع الشمسي، وبتتحسب طبعا على محطات على مستوى الجمهوريه كلها. عندنا برضو مشاريع لاستطلاع هلال رمضان في مشروع كبير مع دار الإفتاء المصرية، وبينتج عنه توجيه عدد من الفرق العلمية أو اللجان العلمية للرصد بتاع الهلال كل شهر.
الحاجة التانية عندنا جزء مختص بالوقت المماثل، حساب الوقت المماثل للجريمة. المعمل عندنا هو اللي بيحسب ده بالتعاون سواء مع النيابة أو مع هيئة الأرصاد الجوية، وبنحسبه. إنتاج المعلومات الكاملة عن الظواهر الشمسية والظواهر الفلكية ورصدها، وفتح المعهد عموما للجمهور عشان الرصد مجانا طبعا، ده بيتفتح في كل حاجة. الجزء الثاني نشر الوعي الفلكي والتعليم الفلكي على مستوى محافظات مصر، وده لأننا مشتركين في الاتحاد العام للفلك سواء العالمي أو العربي أو المصري في نشر الثقافة الفلكية، وده هدف من أهداف المعهد اللي دايما بيحث عليها. بتقام ورش عمل للأطفال، بتقام أوقات معينة للرصد وتعليم الرصد سواء في قسم الفلك أو في قسمين. الجزء الثاني من القسم وهو قسم الفضاء، وعندهم برضو أقسام كتيرة، منها أقسام النانو، دراسة النانو تكنولوجي، دراسة الأقمار الصناعية، دراسة الحطام الفضائي وتتبعه بمشاريع كبيرة جدا مع الصين. ديت باختصار شديد جدا الأعمال اللي بتقوم بيها القسم ده، بالإضافة لتوجهنا دلوقتي للتعامل مع الخلايا الشمسية ومحاولة إنتاجها في مشاريع مع إنجلترا وكده، والتعامل بيتم دلوقتي إن شاء الله على إن الموضوع ده يتم. اشتراك مصر في المؤتمرات الدولية والعلمية، وخاصة احنا لسه كنا مشتركين في مؤتمر الشارقة ال14، المعهد كله كان مشترك فيه الحقيقة، وكان يعتبر من التعاونات المهمة جدا بالنسبة للمعهد لأنه تعاون عربي، وده كانت حاجة مشرفة جدا وحاجة كويسة ان احنا ننضم إليه. مصر برضو مشتركة، كانت هنا طبعا في مصر كانت كوب 27 واشتركت في كوب 28، وده من اهتمام الجزء القسم بتاعنا برضو بمسألة التغيرات المناخية والإسهام في إيجاد حلول للتأقلم أو حلول لموضوع التغيرات المناخية، لأن هو ده الجزء المهم في الموضوع. حاجة تانية، متابعة النشاط الشمسي دي مهمة ليه؟ لأن هي بتؤثر بشكل مباشر على الأرض، وبالتالي يجب متابعة هذه الأنشطة وتسجيلها والمحاولة للوصول ليه سواء تجنبها أو التأقلم عليها. وبالتالي هي دي الدراسات اللي موجودة بشكل خاص على التغيرات المناخية أو التغيرات الشمسية وتأثيرها على الأرض وحاجة زي كده. دكتورة صفيناز أحمد من معمل أبحاث الشمس، قسم أبحاث الشمس والفضاء. النهارده كده هنشوف إزاي بيتم عملية رصد البقع الشمسية في المعهد القومي للبحوث الفلكية عندنا. الرصد ده بيتم بشكل يومي عن طريق إن إحنا بناخد صورة ضوئية أو صورة لسطح الشمس، باخدها هنا على الخريطة زي دي، وببتدي منها أحدد البقع الشمسية وابتدي أتابعها بشكل يومي وعلى مدار السنة التطورات اللي بتحصل للبقع الشمسية. هي بس لو كنا جينا يعني لو كان بدري شويه، في هنا البقع الشمسيه عندي ظاهره اهي، وعلى على اللي هي القريبه من السنتر بتاع الشمس، ومن خلال التطور او البروباجيشن بتاع البقع الشمسيه دي بقدر اعرف انا فين في الدوره الشمسيه بتاعتي. والمفروض ان هي الدراسه دي بتتم على كل يوم على خلال حاجه اسمها سولار سايكل او الدوره الشمسيه كامله، والدوره الشمسيه بتقعد حوالي 11 سنه. وهنا برضو بيتم استقبال الطلبه سواء مدارس او جامعات، وبنبتدي نشرح لهم ايه هي الشمس وايه طبقات الشمس، والشمس بتتكون من ايه، وايه هي البقع الشمسيه، وايه التاثير بتاعها على الارض. اهميه البقع الشمسيه اللي احنا بنرصدها ان هي دي الانديكيتور بتاعي، او هو اللي بيديني الاشارات للنشاط الشمسي. لما بتحصل عندي بعض الانفجارات او النشاطات اللي على سطح الشمس، الانفجارات دي بتأثر بشكل إلى حد ما مباشر على المجال المغناطيسي بتاع الأرض. يعني لو في حاجة انطلقت من الشمس أو انفجار خرج من الشمس وخبط الأرض، وكان المجال المغناطيسي بتاعه الأرض وقتها ده كان نفس المجال المغناطيسي بتاع الشمس، الاثنين لو اتقابلوا مع بعض ممكن يتفتح، وبالتالي كل الجسيمات اللي خارجة من الشمس تبتدي تخش الارض وتعملي بعض المشاكل سواء في الجي بي اس او سواء في انابيب البترول او سواء في الاتصالات، بانها بتغير محتوى
التوتال الكتريك كونتنت بتاع الايونوسفير، وتبتدي تعملي مشاكل جدا كتير في الارض. والحقيقه ان اللي احنا بنسميها الجيومagnetic ستورم او عواصف المغناطيسيه. والعواصف الكهرومغناطيسيه دي لما بتحصل في الارض هي بتخبط، ودي حاجه احنا ما نقدرش نتجنبها، دي حاجه طبيعيه لازم تحصل. فاللي احنا بنبقى بنحاول نعرفه ان احنا نعملها بريدكشن او تنبؤ، يعني بحيث قبل ما الحاجه تخبط لي في الارض انا ببتدي اعمل تنبؤ او اشوف هي هتخبط في الارض في خلال قد ايه. لو انا عندي مثلا زي ساتلايت او حاجه اقدر اقفل الباور جريد بتاعتي عشان ما تتحرقش، اقدر اعمل حسابات ودي بيتعمل معانا هنا حد في المعمل عندنا بيقيس كميه التغير اللي بتحصل في اثناء الماجنتيك ستورم نفسها والعواصف الكهرومغناطيسيه، فبالتالي اقدر ان انا اصلح الاشارات بتاعه الGPS. وفي اقدر اعمل حاجات كتير ان انا اقلل الاضرار بتاعتي الناتجه عن العواصف الكهرومغناطيسيه. طيب احنا بنستخدم زي ما احنا قلنا كده بنستخدم التلسكوب ده علشان ارصد البقع الشمسيه. انا بعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده السقف بتاع القبه دي سقف متحرك مش ثابت. في عندي هنا بوابه او شطر، البوابه دي بتتقفل وبتتفتح، ان طبعا بعد ما بنخلص الرصده بتاعتنا الشطر ده بيتقفل تماما عشان ما يبقاش التلسكوب بتاعي معرض للضوء، معرض للدست يعني. طيب بعد كده لما انا احب ان انا استخدمه ببتدي افتح الشطر ده، وبعدين ببتدي من خلال الوحده التحكم دي كده ببتدي افضل احرك الشطر ده واوجهه ناحيه الشمس. هنا عندي كده مثلا بيقفل ويفتح اهو، وهنا عندي ببتدي احركه شمال ويمين زي ما احنا شايفين كده. بيبتدي هنا الشطر بتاعي يتحرك شمال واحركه يمين حسب اتجاه الشمس. وبعد كده ببتدي اوجه التلسكوب بتاعي زي ما احنا شايفينه اللي هو فوق ده كده، وببتدي احركه برده فوق وتحت وشمال ويمين لحد ما اوجهه لقرص الشمس. طيب لما بقى اوجهه لقرص الشمس ايه اللي بيحصل؟ ان انا المفروض بخليه الشمس كلها بتسقط هنا وبتتجمع. التلسكوب ده مرايات تبتدي تنعكس هنا وبتتعكس جوه جسم التيوب لحد ما استقبلها على الخريطه دي او اللوحه دي، وابتدي منها بقى بعد ما اظبطها يعني على اللوكيشن بتاعها مظبوط اعين فيها او احط فيها السان سبوت بتاعتي. لو عايزين نشوف عملي بس هي الشمس هتبقى تحت شويه هحاول اعملها لكم. هي الشمس بس دلوقتي بس خفيفه شويه، لكن هي في اثناء الظهر يعني عاده الحاجات دي بتتم على الساعه 12 الظهر. بلاقي عندي هي النقط الصغيره دي كده، هي دي السان سبوت، هي دي اللي انا ببتدي اعدها وارسمها، وابتدي كل يوم اخد نفس الصوره في نفس الوقت تقريبا، وابتدي ان انا اشوف هي مشيت شمال مشيت يمين اتحركت اتجمعت على بعض. الناس ساعات بتتجمع على بعض وبتكون حاجه اسمها اكتيف ريجونز او مناطق النشاط الشمسي، ومن الاكتيف ريجونز دي بتبتدي تخرج لي الظواهر الشمسيه اللي بتاثر لي على الارض. فهو ده الحقيقه ده اللي بيقوم بيه المعمل بتاعنا بشكل يومي.